في الكورة دايما بتسمع مصطلحات جديدة وغريبة. في مدرب ممكن يتم إقالته بسبب سوء نتائج، في مدرب ممكن يتم إقالته بسبب خلافات مع الإدارة، خلافات شخصية مع اللعيبة، تآمر من اللعيبة. إنما الجديد في نادي الزمالك دايما إحنا اللي بننفرد بيه. المدرب بتنتهي مسيرته من قبل ما تبدأ أساسا. المدرب بيهرب بعد 3 ساعات من المفروض هيوقع مع الفريق. من قبل ما تبدأ المشوار بينتهي من قبل ما يبدأ رحلة المشوار، وده يدل على شيء واحد بس: كمية الفشل الإداري الموجودة في نادي الزمالك. طب يا جماعة، احنا هنفضل كده لحد امتى؟ احنا سمعتنا بتسوء جدا 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 على مستوى المدربين والناس الوكلاء اللي داخلين عمالين رايحين جايين عايزين يطفشوا المدربين. انا برضو مش فاهم دول، يعني فين حماية نادي الزمالك للناس اللي بتيجي، والمفروض ان هي جايه نادي الزمالك. المدرب بيقول لك جات لي اتصالات كتير جدا جدا من وكلاء ومن ناس في مصر بيشرحوا لي الاوضاع ومش عارف ايه. وطبعا يعني بينوا له مدى السوء الموجود في نادي الزمالك. طيب، هو المشاكل الإدارية دي لازم تبقى على الملأ كده؟ يعني لازم تبقى معروفة لكل الناس كده للناس، ولا هو في ناس معينة مش عاوزة المدربين أو عايزة الوضع يفضل في نادي الزمالك على كده؟ لا، في ناس عايزة تفضل الوضع في نادي الزمالك كده، وناس مش عايز اقول ان هو ناس قريبين من نادي الزمالك عشان ما يتقالش بقى الكلام بقى الداسين وفصاد وفلان وعلان. لا، هو في ناس في نادي الزمالك عايزة الفشل التام لمجلس الإدارة. مش بدافع عن مجلس الإدارة والله، بس أنا بقول لك الحقيقة. هو كده كده المجلس ده فاشل 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 بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من لفظ ومن حرف. وكل مشاكل اللي في الفريق والمستوى اللي وصل فيه الفريق يتحمله مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور. والسبب على إصراره على وجود أمير مرتضى منصور على رأس القيادة الفنية رغم الصفقات الفاشلة، ورغم إن مشاكله كتير مع اللعيبة، وإن مفيش سيطرة على أوضة لبس نادي الزمالك، نتيجة إن كل مدير كورة هيجي ملوش أي صلاحيات. هو أمير مرتضى هو اللي ليه الصلاحيات، هو مين يقعد ومين يمشي ومين يجي ومين يروح. ده كله مع أمير مرتضى منصور. العلاقة توترت جدا جدا، قلنا الكلام ده في أول الموسم. العلاقة توترت جدا مع قدوم لاعبين ياخدوا مرتبات أعلى من لاعبين موجودين. لعيبة هي كانت خدت دوري وكاس، يجي لعيب بقى جديدة دون المستوى تاخد أضعاف ما هما بياخدوا. دي بتعمل مشاكل دي في أي مكان في الدنيا. لو موظف عندك، لو أنت عندك شركة وعندك عامل بياخد 2000 جنيه، هو شايل وطالع عينه وشايل شغل، وجيت تاني يوم عينت موظف لسه جديد بيتعلم وقلت له روح اتعلم من الراجل ده. ولما يعرف بقى الراجل القديم ده ان انت جبت واحد جديد بياخد 5 و6 و7، طبعا ما هيتضايق. طبعا نفسيته ما هيبقاش عنده ولاء ولا انتماء. مش بدي مبررات، بس انا بفهمك الوضع اللي وصل نادي الزمالك لهذه المرحلة، والوضع اللي احنا فيه دلوقتي، والمشاكل اللي احنا وصلنا لها في الفريق في أوضة اللبس، ومشاكل اللي بين اللعيبة وبعضها، و... ولأي مدى احنا وصلنا. فأديك مثال، مثلا واحد زي مصطفى الزناري. عايز اقول لك اضعاف عقد الونش، اضعاف عقد الونش. تخيل انت عندك لعيب بقاله كذا موسم معاك والونش من اللعيبه الرجاله اللي ممكن حد ممكن يتكلم عليها. وخلما لما انا اطلع اتكلم على اللاعب بعينه، لان انا شايف ان اللعيبه كلها في الاول في الاخر هي بتأدي دورها في مقابل مادي معين هي بتاخده. يعني مفيش حد بيمن على الزمالك بحاجه، انت بتأدي دور وبتاخد عليه مقابل. بس في لعيبه رجاله بتقف مع النادي، وفي لعيبة مش شاغلة دماغها بالنادي، وفي لعيبة هي بتقضي مهمتها وبتقضي وقتها. طيب، المدرب الألماني ده البدائل الموجودة ايه؟ طب ما في بدائل كتير. طب انتوا يا جدعان متأخرين ليه كده في كل حاجة؟ يعني انا اجيب مدرب، اروح اجيب جهاز فني مؤقت بديل يعني انا دلوقتي مشيت جهاز فني مؤقت وجبت جهاز فني مؤقت تاني. طب يعني انا كده عملت ايه؟ النبي انا كده عملت ايه يعني حد يفهمني انتوا عملتوا ايه؟ اللي احنا فيه ده يعني صعب جدا جدا جدا، واجواء لا تبشر باي خير ولا تبشر باي نجاح لاي مدير فني، للاسف، ودي الحقيقة.
نادي الزمالك لازم تغيير شامل وجذري، بداية من مجلس الإدارة إلى إدارة الكورة. لازم أمير مرتضى منصور يبعد عن الفريق، لازم تبقى في لجنة كورة، لازم تكون في لجنة مسؤولة عن متابعة اللاعبين والصفقات والداخل والخارج، ولازم يكون في مدير فني بجهازه، وبأكد عليها بجهازه كامل متكامل أجنبي. مش يقول لي مدرب أجنبي هيجي لوحده وبعد كده المدربين المصريين يشتغلوا معاه. يبقى انت كده بتضحك على نفسك، وما تجيبوش احسن، وهات مدير فني مصري اشتغل بيه. ده نصيحتي يعني ليكم، لو انتم عاوزين لو عاوزين حد يديكم نصيحة، لان انتوا اكيد محتاجينها.